بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هكلمكم عن أهم موضوع ممكن أتكلم عليه في القناة من خبرتي. إن أنا أديلي 3 سنين بلعب بابجي. لعبت موبايل، لعبت أيباد 8، حاليا أيباد برو. مشكلة اللاج والتقطيع في أجهزة ال20 فريم وال60 فريم وال90 فريم، وهثبت لك حالا إن اللاج والتقطيع ومن الإعدادات لازم تغيرها عشان ما يكونش عندك لاج ولا تقطيع ولا دمج وهمي. طبق معايا الشرح واثبت لك حالا ايه اللي بيعمل اللاج والتقطيع. خش جيم مستودع وتابع معايا وشوف، وهقول لك ليه عندي لاج. لازم اوريك تجربة عملية. انا بلعب 90 فريم ووريك دلوقتي. اقفل بس محدش يشتم كده. بصوا يا جدعان، بلعب 90 فريم. واخدين بالكم؟ يبقى اللاج مجرد ما احط مرة. Team match, let's go. بصوا بصوا 90 فريم اقول له في اللاج ده The ليه؟ blue team has لو scored تنفع. for the first time. اول حاجه عشان تشيل اللاج، اول حاجه تطبقها معايا تغير اللغه، او قبل ما تغير اللغه هي اللي بتعمل لي لاج. في حاجه عندك كده في الاعدادات، تخش على الاعدادات تطبق معايا الشرح واحده واحده، واوعدك من بعد ما تتابع معايا الفيديو للاخر مش هيكون عندك لاج. ولو جه عندك لاج قول لي في الكومنتات تحت في حاجه اسمها لقطه اعاده الموت واللحظات البارزه، دي اعمل لها تحضير. تكون عندك مفعله، اكيد هتكون مفعله اول ما تفتحهم. اعمل لهم تحضير. تاني حاجة، انت عندك في الخرايط مثلا ما تحمليش كل الخرايط. انا بلعب 90 فريم ومحمل هم الحاجات اللي بلعبها، مستودع ساحة ودي ودي ومكتبة مثلا او حاجة اللي بحملها. بس الخرايط، يا الخريطة اللي مش بتلعبها يعني رجاء امسحها. انا محمل بس الموارد. انا عشان لو انت ما عندكش مساحة بلاش تحمل الموارد. خليك عشان ما يكونش عندك لاج ولا تقطيع، وما تيجي تصور ما هيكون عندك لاج وتقطيع لو بتصور مثلا ببجي ولا كده. فبلاش تحمل الموارد، لو محملها امسحها. طبعا بنغير اللغة معايا كده، تخليها انجليزي، اي لغة الا اللغة العربي. العربي ما ينفعش في بابجي خالص. نصيحة مني، لو بتلعب 1700 فريم مش ما ينفعش العربي. وبتعمل اصلاح روتيني كل فترة. بس نغير بس اللغة عشان ايه، نغير اللغة كده نرجعها تاني. نعمل اصلاح روتيني بس. وعلى معايا كل شوية بدوس موافق. خش على اللعبة تاني. انا بعمل كل الخطوات دي كل يوم. بتمسح مود واو، بتمسح اي حاجه. لا، وبتغير كمان اللي هو اللون الدم، ما تخليش اللون الدم احمر، خليه اخضر. دي كمان دي معلومه انا خدتها من حد تاني، انا مش متاكد منها، انا بقول لك على متاكد منه. الحاجات اللي بره بقى اللي لازم تمسحها هقول لك عليها. اي حاجه في الذاكره امسحها. اي تطبيق ملوش لازمه بيعمل لك لاج، بيتقل اللعبه، بيخلي الجهاز يسخن، امسحه. لو انت مهتم ببجي وعاوز تلعب ببجي بسلاسه لازم تمسح اي حاجه على الجهاز يعني انت شايفها انها هتاثر على ببجي. وكمان معلومه من عندي، غير لغه الجهاز خليه انجليزي، يعني من بره خليه انجليزي. لغه الجهاز ذات نفسه في كذا طريقه. لو انت بقى بتلعب موبايل وكده في كذا شرح على اليوتيوب هتعرف ازاي تغير لغة الجهاز. وتأكد كل شوية انك تمسح الذاكرة، وتأكد ان عشان تلعب اللعبة بسلاسة وما يكونش عندك لاج ولا دمج وهمي. بس ثانية واحدة بس، آخر حاجة طبق معايا وأوعدك مش هيكون عندك لاج. ولو حصل لاج تعالى قول لي يا عم عندي لاج، بس تكون طبقت الخطوات صح. نفتح اللعبة بعد ما عملت إصلاح روتيني.
ان طبقت الشروط اللي انا قلت لك عليها دي، والله ما هيكون عندك لاج ولا تقطيع. مفيش غير حاجه واحده بس اقول لك عليها وخلاص وينتهي الفيديو. طب خليها عربي صغيره. خش على فين تأثيرات. اه التأثيرات دي بتخلي لون الدم بيكون عندك احمر، لا خليه اخضر. دي انا معلومه انا شفتها، مش متاكد منها، بيقولوا وانا حسيت ان هي فعلا اللون مادام مش لعب كتير قوي باللون الاحمر. بس وده كان شرح النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. سلام. اي حاجه على الذاكره امسحها. سلام.